شكرا بزاف لا تمن على هذه المساحه. شكرا للاخوان في هذا اللايف. لا التي تبارك الله. الا حبيتي كملنا لا عندك معلومات ثانيه. لا دا ممكن اوصل الافكار اللي يعني انت استنتجتها من هذا يعني من هذا المقال لو احببت. يعني خلاصه اعطينا الزبده رغم ان الزبده معروفه. خلاص شوف الزبده هو انه فرنسا راه عرفتوها كيفاش دخلت الجزائر، وعلى يد من لقات خونه اللي كيوهموا عباد الله بانهم هما شواكر، بانهم مجاهدين، بانهم هما في الاخير عملاء كيقبطوا الثمن، وحتى فرنسا تهلط فيهم وكتهلا فيهم. وهذوك العملاء كيقولوا بانهم جامي غادي يبقاو دائما وفيين لفرنسا حتى الممات ديالهم، وكانت كتهلا فيهم. وما خرجت فرنسا حتى قال كاينه في هذه هنايا بانه 15 ديبارتمون فعليا كيحكموا هذه ولها. وملي كنرجعوا للبرومي اول حكومه حكمتهم 1962 كنلقاوها فيها 19 فيها بن بله والنائب ديالو و17 الوزير. يعني من وسط 17 الوزاره فرنسا زارعه 15 ديالها 100%. وملي كتزيد غير واحد شويه كتلقى بانه تبدلوا 3 ديال الوزراء. يعني شكون اللي بقى بن بله في وسط الخونه، ومن بعد هما يديروا لي الاقامه الجبريه صافي. وسموها التصحيح الثوري، داروا اقامه الجبريه لبن بله صافي سالا وطوا الصفحه. هذيك الساعه صافي 100% مليار في المية اللي دوير عف. هذه هي الخلاصه خوتي، راني قريت هذا الشيء كله. والخلاصه نعطيكم واحد الخلاصه واحده اخرى باش تعرفوها خوتي المغاربه يكونوا على بال بانه المغرب كان دائما كيديرونجيهم، وكانوا كيهضروا على التاريخ ديالو على الامبراطوريه المغربيه، وانه كاين العديد من الشعوب ما عمر ما كان شي شعب في هذا الوسط هنايا في هذه البلايص هذه كانوا طوارق عندهم بحال حكم ذاتي، وكانوا دائما عندهم واحد البيعه شرعيه للسلاطين المغرب. كذلك ومثال حتى الناس الشانغير، حتى الناس اللي هنايا طومبوكتو الى وكانت شاسعه. دونك هما قسموها بيناتهم الاوروبيين باش يتحكموا فيها. والفكره هو انهم يعزلوا المغرب بحال شي ساندويتش، يعزلوه جزيره يكون هكا، عنده المشكل هنا ويكون عنده المشاكل هنا، ويبقى دائما ما مساليش لراسو يحكو، يبقى دائما عنده الخونه مزروعين ليه هنا، ودوك هاد الخونه كارين خونه وحدين اخرين باش يديروا ليه المشاكل هنا. الله يبارك. هادو المغاربه يا اخوان، يا المغاربه والله العظيم هاد اللايفات خصوصا اللي بالوثائق تقتلهم، تمردهم، يموتوا، يعرفوا بان تاريخهم كله اسود. انتم ما عندكم لا قيمه يا الجزائريين. فرنسا تحكمكم من زمان، سمتكم ونعتتكم باقبح النعوت، معناتها انتم لا شيء، لا شيء. حابين تبينوا رواحكم بانكم دوله في التيك توك وتدافعوا على روحكم في التيك توك، ولكن التاريخ لا يرحم. انتم بدون كرامه وبدون تاريخ. جبدوها غتجي لهنا، غتجي لهاد الخريطه هادي شتيها غتفتحها، ها هي خريطه المغرب شتوه، ها خريطه المغرب. غنجيو هنا خالتي معنا غنزوميو هادي. شنو كاين عندنا هنا؟ المملكه المغربيه. الحمد لله وحده. صوره المملكه المغربيه شتيها. امتى هادي خالتي تومان؟ السنه وين السنه ما هي ظاهره. ها هي 1300 سنة 1300 شتيها. ها هي واحد بالعربية بالحروف العربية 1300 صحيح 1300 مزيان. باش نعرفوا 1300 هذه هجرية. غنجيو هنا خالتي تومانة، خليك معايا غنجيو جوجل. ما شاء الله. جوجل غادي نديرو اش غنكتبو، لا ماشي انت، غنديرو 1300 شتا موافق. سمحوا لي الا ما كانش كتبين راه لانني كنشوف موافق بلاتي ميلاديه. برافو عليك. موافق ميلاديه شتا. ها هي انا خالتي هي قداه بلاتي
هاهي لا تنجبدوها. ندخلوا هنايا التقويم الهجري، لا هذه ماشي هنا. ألف وثمانمية، هاي شفتوها 1883. 1300 هجرية هي سنة في التقويم الهجري امتدت مقابلة في التقويم الميلادي بين سنتين 1882 1883. عرفتي يعني لأن كاين قرن اختلاف 12 هذا اللي علاه تقولوا 12 قرن. بلاتي لا. شنو الفكرة هنا؟ الفكرة هنا هو هذاك الكرغولي. أنا كرغولي غادي يجي يقول لك اليوطي اللي سماكم المملكة المغربية، اليوطي متى دخل المملكة المغربية خلتهم أنا؟ دخل في 1912. هاي 1882. عرفتي اش كان اليوطي كيدير هنا؟ اليوطي كان كيتلوث، كان كيتحرش، كان باقي كيتحرش في الليسي في لاجيري فرونسيز، كان باقي كيتحرش فيهم، كان باقي في المراهقه. شتيها؟ هاي 1300 هي سنه في التقويم الهجري امتدت مقابله في التقويم الميلادي بين سنتي 1882 1383. متفقين؟ يعني احنا ضربنا هذه القضيه ديال اليوطي بالزيرو. اليوطي 1912 ضربناه بالزيرو. اليوطي هنا باقي كيدير لك واش واقيلا كاع، ياك؟ نرجعوا لهذه. هنا قلنا 1300 هجريه، غادي نرجعوا غنشوفوا هذه الوثيقه هذه امتى دارت. رجع اللور لا تبان الوثيقه، رجع شويه اللور. ها هي شتيها؟ هذه الوثيقه امتى دارت؟ دابا الخريطه هذه اللي ورينا دابا 1800 ل 1882. هذه الوثيقه امتى دارت؟ ها هي 86 1886. يعني الخريطه راه دارت في 1882 او 83، ياك؟ 82 83. لان السنه الميلاديه والهجريه تقدر تبدا، السنه الهجريه تقدر تبدا في سنه وتكمل في السنه الجايه، فهمتي؟ بحال دابا حنا السنه اللي فيها 1445 هي بدات في 23 وغتسالي في 24. متفقين؟ واخا هاي هاد الوثيقه هذه كانت 1886. نجيو لشي حاجه حنا بعاد من هذا الشيء كاع. بغيتي شي حاجه اكثر من هذا الشيء نمشيو نبعدوا بزاف. حنا سيدي في القرن 19 غنمشيو بزاف. سمحوا لي غنجيو لهنا، ياك؟ غنكتبوا هنايا الربعه المغربيه. هاي شفتوها؟ الربعه المغربيه هاتي خالتو معنا. شنو هي هذه؟ الجزيره. شفتوها؟ هاي الجزيره دوت نت. ماشي هسبريس ولا الشروق ولا. هاي كتب بحبر من الزعفران والمسك الربعه المغربيه، مصحف خطه سلطان المغربي واهداه للاقصى قبل 7 قرون. برافو خالتي تومانا، الله يبارك. نقراو شويه، عطيوني شويه اتساع، الله يرحم والديكم، شويه الخاطر باش نفهموا. قبل نحو 7 قرون، عن بعد شويه، اراد السلطان علي ابو الحسن الماريني من المغرب الاقصى اللي هو المغرب حاليا ان يترك اثاره في المسجد الاقصى، فنسخ بخطه الحسن، كان خطه زوين، مصحفا تصدر المخطوطات القرآنية في القدس لفرادته وإتقانه، وظل حتى يومنا هذا شاهدا على الفن الإسلامي المغربي وحب أهل المغرب للقدس ومسجدها. فينكم المتاجرين والله بالقضية الفلسطينية صحيح. يحتضن المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى المصحف الذي يعرف بالربعة المغربية. فين كاين المتحف الإسلامي؟ في المسجد الأقصى، شتيه؟ وحسب وقفية الربعة المغربية فإنها نسخت سنة 1344. الله يبارك. في القرن 14 خالتي تومانا بخط السلطان أبي الحسن الماريني. شتيها؟ بخط السلطان أبي الحسن الماريني، ثم أرسلت كهدية منه تشريفا واهتمام بالمسجد الأقصى إلى آخره. واخا لحد الآن غنقولوا هذا غير حبر على ورق، هذا هو المصحف في الصورة، هذا هو المصحف في الصورة. هو هذا الصندوق اللي محطوط فيه، وهذا اللي محطوط فيه الصندوق الخشبي المربع الذي احتضن الربعة المغربية.
شتيه عقلوا على آه، الإخوان، الربعة المغربية موجودة في القدس من 1000 برافو أي عليك. سنة؟ علاش 1000 أي سنة؟ 1344 1344 1344. الله برافو. يبارك، وينكم نحن مع فلسطين هذه الحسن 1344. المديني. واخا باقي بوم ما عطيتهاش لك خالتي تومانا، لان هاي قد يقول تفضل. قائل بان هذا حبر على ورقه كاتب مغربي خدام في الجزيره. واخا شفنا الصندوق اللي كانت فيه الربعه، ها هي ياك، هذه لاله الباحثه سمر بكيرات اللي هي فلسطينيه في معرض الكتاب بالمغرب عام 2020، حيث تلقت دعما من وكاله بيت المال لطباعه دراستها. هي اللي دارت الدراسه، هي راه فلسطينيه. شتيها إيه هنايا، إيه. هذا هو المتحف من برا، غلاف احد اجزاء ما المصحف. شاء الله، شتيه غلاف احد هذا اجزاء بأيادي المصحف. مغربية للسلاطين المغاربة. السلطه المغربيه الله المهم عندنا خالتي يبارك. كومان، هي الوقفيه الموجوده في كل جزء من الربعه المغربيه وكتبت بماء الذهب. ها البوم خالتي تومانا، مش دا سبحان البوم. الله، شفتوا المغاربة شي يعدلوا تاريخهم. انت خالتي تومانا، انت للاسف التليفون راه هذه كتفتح هاد الصوره عاد كنزوميوها. شوفي يا خالتي إيه تومانا، شوفي يا خالتي تومانا، الله اش يبارك. بان لك هنايا؟ اش كتشوفي هنايا؟ مكتوب والله ماني الوصف عارفة هذيك المغرب. مالكو، ملك المغرب، ملك ملك المغرب. المغرب صحيح. ماشي مالكو، ماشي ملك اليوطي، ولا ملك المغرب سبحان الاقصى، الله، ولا ما ملك شاء ناس الله. مراكش. حتى ماشي فارس تاريخكم عند مراكش. تاريخكم مكتوب في القدس. سبحان الله. عند الناس، عند العالم، تاريخنا عند العالم كامل. خدتو معنا، ها هي ملك المغرب، ماشي ملك مراكش وفاس، ما ملك شاء المغرب. هذه الله. خدتو معنا. لو كان ما عرفش بانني غناخذ من وقتكم بزاف، لو كان نقراها عليكم هنايا، حاول والعشرون حاول هنايا تقراها. اشياء من. واخا نحاول نقرا القران، لانها مكتوبه بهذاك الخط سميتو، وملي كتزوم كتبعد شي شويه. فمن هنايا غادي نشوف بلاتي ابن عبد الحق. ها هي ابن شتو، ها هي ابن عبد الحق. شتيها؟ ملك المغرب. ها هي إيه ملك المغرب. شتوها؟ شاء الله. ما عرفتش شنو هي هذه، عبد الله ولا شي حاجه. شتوها؟ ارجع لي للتاريخ. هذه هذا كتابة هذا القرآن في القدس سنة حطيتو معنا 1800. عادي. بلاتي سمحي لي، على التلاوه فيها هنا، على التلاوه فيها بالمسجد الاقصى. هذه بحال قلتي، لا لا لا، سميتو الهديه اللي رسل، ختمها في الظهر ديالها، ختمها بهذه. شتيها؟ بالمسجد الاقصى شرفه الله. شتيها؟ لما إيه رغب فيه، ما عرفت هذه ما عرفت شي حاجه الله عاوتاني. لما رغب ما فيه. شاء الله، ويجيو يقول لك الا ركزت انتوما. الا لا ركزت حول الا ولا ركزت مزيان غادي نديرها. المهم، مع ملك المغرب خالتي تومانا، قد قوة. ياتي كقرغولي، غيجينا كقرغولي وغيقول لك لا، راه كيقصد بها المغرب، يعني الجزائر وليبيا وتونس، ايه ياك كيقولوها. ايه غنجي تما غنقول ليه، تما ملي غيقول لك غتقول ليه منذ متى كان ابي الحسن الماريني لدولة المارينيين سلطانا على الجزائر وتونس وليبيا؟ منذ متى صحيح. كان ابو الحسن الماريني ملك المغرب، يعني المغرب اللي كتقصد به اللي هو المغرب الكبير او المغرب العربي، كان ملكا على المغرب فقط اللي هو اقرا لي المغرب اقرا لي الاقصى. هذه، اقرا لي اخوان هذه حسب وثيقة الرابعة المغربية. اقراها هذيك حسب فإنها وقفية تأسست. وحسب وقفية الربعة المغربية، فإنها نسخت عام 1344 ميلادية بخط السلطان أبي الحسن الماريني، ثم أرسلت كهدية منه تشريفا واهتماما بالمسجد الأقصى، فأوقفها وأوقف عليها أملاكا. راه ما وقفهاش غير هي، حتى ايه الأملاك اللي موقفة في فلسطين ديال المغاربة أوقفها وأوقف عليها أملاكا، وعين عليها من يقرؤونها، وهي محفوظة في خزانة قبة الصخرة. جاء في روحوا شروط الوقفية. لخزانة قبة الصخرة وعرفوا المعلومات في القدس على تاريخ المغرب في برافو. القدس. قبة جاء في شروط كيف يسموها؟ قبة الصخرة، خزانة قبة الصخرة.
جاء ما في شاء شروط الله. الوقفية أن تقرأ الربعة داخل قبة الصخرة. يعني السلطان المغرب شرط أنها تقرأ داخل قبة الصخرة بعد طلوع الشمس في كل يوم ختمة، في كل يوم ختمة كاملة، كل يوم خاص يختم ختمة كاملة كما كنديروا حنايا في مساجد المغرب. في ثم المغرب تتلى صحيح. ثم تتلى بعدها سورة السلام عليكم. الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وعليكم السلام. وأوائل سورة البقرة، ويصلى على النبي عليه السلام، ويدعى للواقف ووالديه وذريته وجميع المسلمين. كما اشترط أن يكون القارئ من حفظة كتاب الله وأهل الخير والصلاح. ما والسلام شاء عليكم ورحمة الله. الله. والله هذا تاريخنا أحسن يتحدث عن جواب، نفسه. هذا أحسن جواب على من يدعون بأنهم يساندون فلسطين وأن المغرب خذلت فلسطين وهذه الشعارات المزيفة، خصوصا من حتى من دوك أحزابكم اللي في المغرب، بعض الأحزاب بين قوسين. صراحة هذا خير جواب لهم، أن المغرب دائما كان من قديم مع فلسطين من سلاطينهم وملوكهم لحد الآن. أيها الكلاب ما شاء الله. تاريخنا وهذا هو خالتي المصحف. تمانا تاريخنا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن نفسه تحدث عنه رواد التاريخ في العالم، التاريخ المؤرخون. ممكن تكبرنا ما صورة تكلمش عليه المصحف؟ دومي. ها هي خالتي تمانا، ها هي. ما هذا شاء غلافه، الله. وهذا على فكرة هذا غلاف أحد الأجزاء فقط. هاي غلاف أحد أجزاء المصحف. المزدان وعلى فكرة بالزخارف. هاي نرجع لها خالتي تمانا، نرجع لها، اسمحي لي. كناية هاي مكتوبة بالزخارف النباتية. الغلاف هذا مزدان بالزخارف النباتية والهندسية الملونة. ورا كنا فنانين، ومن ما شاء الله. زمان من قرون كنا فنانين على اجي وقول قول المغربي عنده القفطان، لاك المغربيه الكرهوني صحيح كتلبس والله. قفطان، والمغربي عنده الصالون المغربي وعنده الكبس وعنده والزليج على صحيح. الخشب وعنده الزليج. المغربي من آلاف السنين فنان. ها هو في القرن 14، بدايه القرن والله 14، الربع معلومات الاول من القرن صراحة 14. جميلة يا صراحة. ها انت خالتي تماما، ها انت نزيد نقرب لكم هنا ملك المغرب. ها هي شفتوها، ها هي ملك المغرب، شفتيها. صحيح ملك المغرب مكتوب. هذيك اللي قرينا قبيله عبد، ولكن هي عبر الحق ملك المغرب. هذه ابن عبد الله، شفتيها. عبد ابن الحق، عبد عبد الحق الله. اخي، عبد الحق. عبد انا الحق. اتمنى، انا صاحب الوثائق ديما كتنساني، انا درتي لي سيلونس تفضل. ستيلو. يا انا نوريكم هذا السلطان والله اللي مشكور كيتكلم يا عليه حسن على المغربي. هذا المعلومة فعلا جميلة خويا جدا. وثائق، خويا وثائق. ونتمنىك آخر مرة اسمعني نتمنىك خويا. تعدل على فيديو وتحطها في حسابك، لأن حتى الفيديوهات راهم يوصلوا. مشكور. والله حتى انني قليل الصعود مع الاخوان خالتي تمانا، والله لدرجه لا هذو انني معلومات مهمة صراحة. لا. والاخ وثائق اخر مره ظهرت هذه الوثائق هذه كان كيطالب بانه يطلع عند واحد الصديق سوري، وكانوا طالعين عنده الكراغيله كيقولوا لي باننا اسسنا اليوطي في 1912، وها هو يشهد بانني قلتها لي جوج مرات قبل ما ننزل وما طلعكش للاسف. اخي وثائق، تذكرتي عقلتي؟ للأسف ما يحبوا يسمعوا الوثائق، يشوفوا الوثائق لأنها تمرضهم. لا غير هو وعدني بانه غيطلعوا، قلت ليه وثائق طلعوا لانه عنده وثائق قالها. صحيح قلتها ليه وقال لي صحيح. غنطلعوا. بلاتي خالتي ما قبل ما نتمشي دقيقه ما رجعوا غنفوتهاش. التعاليق الإخوان، رجعوا التعاليق. رجعوني الله يجازيكم بخير خالتي مانا، بالزربه بسرعه ما غنفوتش معاكم. شوفي تذكرتي كي قلت لك مورز من ناحيه طبيب الحيوانات لقب ليه. هادي غيجي كرهوني غادي يقول لك سيدي هادي ما مناش، هاد لو سيت ما منوش ياك، هادي ما مناش. غادي تقول ليه ها هو رجع برا اللور، رجع شويه، غنرجع خليوني نخرج دقيقه. هذا خالتي تمانا شكون هو هذا؟ حميرهم الذي علمهم السحر، شفتوه؟ هاي الباج اوفيسيال ديالو ياك، حميرهم الذي علمهم السحر. غتدخلوا الديسكريبسيون، غتكليكي هنا غتدخل ديسكريبسيون، اش غتلقى دي ليان حاطط روابط، شفتوها؟ شفتوها يا اخوان؟ غتجي لاخر رابط، ها هو من لحيتك لقنا لك يا طبيب الحيوانات.
والله والله اي والله انا من نحسها ل- اليوم يروح ينحي هذاك الليان. من لحيتك لقنا لك يا طبيب رجع الحيوانات. رجع مرة ثانية، دخل عنده ودخل الاخت قالت لمصطفى. عاود سميت غندير لها خاطرها، الاخت مسكينه قالت اي عاود نحي سميت. نحي التعاليق يا مريم لين يسجلوها. عاود سميت جوديا، نعاود لختي جوديا، ها انت اختي رجع جوديا، لان ها انت. الاخوان حابين علاش قلت يسجلوا. لكم تسجلوا باش ما تبقاوش تسناو شي واحد يوريكم هذا الشيء. ها نحي تقدر تطلع انت التعاليق، دقيقة يا حسن، دقيقة يا حسن. نحي التعاليق يا مريم لان الاخوان يحبوا يسجلوا. حاول تطلع التليفون الفوق لان تبان الصورة اكثر. طلع. لا انت نزل شوي. لا. ها انا خالتي، يا تفضل اشرح. ها انت خالتي تومانا، هذا طبيبهم او الذي علمهم السحر، ها هو شتيه نعد محمد صوت دومير. الطبيب الحمير، نعد ها صوت هو، الطبيب الحمير. ها هو ولد فرنسا سميتو دومير دومير. كيفكرك في دو غول، فهمتي؟ دو غريزمان، فرانسوا دو غريزمان، انطونيو غريزمان. ها هو دومير، ها صفحته الاصليه 487. ما يجيش شي واحد يقول لي بانه لا راه غير مزورين الصفحه، ولا غادي نفتحوا ديسكريبسيون. ها بواط دو ديسكريبسيون شتيها، حاط هنا روابط، شفتها روابط الخرائط المعروضه. بغض النظر على الموضوع، حنا غادي نجيو لهنا كيما الاخ مورز لقم ليه من لحيته، ها حنا غنلقموا ليه من لحيته. غتجي لاخر رابط، اخر رابط. عاو طبيب الحيوانات. عاو، ها انت اخويا، ها انت، ها هي خالتي تمانا المملكه المغربيه سنه 1300. اللي يلا التحقوا بنا دابا غيسولوا 1300 شنو هي سنه هجريه. مشينا درنا في جوجل موافق ديالها ميلادي، لقيناه 1882 1883. وقتها اليوطي كان في الثانويات الجيري فرونسيز، ماشي الجزائر اللي كان، لان ما كانش حاجه سميتها الجزائر، كانت الجيري فرونسيز الجزائر الفرنسيه، يدرس في ثانويات شارل دي غول. ولا شي حاجه سميتها هكا. وكان مازال كيتحرك على البنات، حي على كان باقي دولة في المراهقه، الحبير واللي يحكمهم كان باقي واللي مراهق. يدرسهم دكتور حمار كبير. والله يدرسهم دومير الحمار اللي سنة خاض قلت يا دي تاريخ حسن؟ المغرب. نعم شنو سنة خويا، هادي يا حسن؟ 1300 1300 قلت هادي؟ هجريه، 1300 هجريه. ها هي شتيها، هاي بالحروف هي شحال العربيه ميلادية 1 3 0. مشينا درنا لها موافق، راه شافوا الخوت كاملين، درنا لها موافق في جوجل، عطاتنا بين سنتي 1882 1883. اي ان اليوطي باقي ما كايناش حمايه في المغرب، باقي السلطان المغربي مولاي حفيظ، باقي اليوطي كيتلوط، وسمحوا لي على العباره، باقي في الثانويه كيتلوط على على بنات نايل في الثانويه ديك الساعه، كان باقي مراهق. اولاد بنات نايل صحيح. هادشي الا كان باقي هادشي الا ما كانش باقي كيبول في سروالو. فعلا فضيحة بامتياز. ما علينا، غنوريكم انا في المعاهدات الرسميه ديالو وديال ولده. الصوت علي صوتك، رفع صوتك، رفع الصوت بعيد. واخا سمحوا لي، كتسمعوني احسن دابا؟ ايه شوف، بغيت نوريكم المعاهدات الرسميه ديالو كيفاش كان كيديرها هو، واش اسم المغرب ولا اسم شي حاجه اخرى. مثلا في المعاهدات الرسميه، ماشي شي حاجه يعني في الرسميه، غنشوفوا في المارينيين. وغنشوفوا مثلا السيد قال، راه عطى شويه ديال المعلومات خاطئه، قال باللي المارينيين ما كانش عندهم علاقه بتونس وبالجزائر، بالعكس هذاك ابي الحسن الماريني هذا كان وصل حتى لتونس وداها دخلها في المغرب. ولكن غنوريكم المفاجاه انه ما كانش كيسميهم المغرب الادنى والمغرب الاقصى والمغرب الاوسط، بالعكس كان كيسميهم الاراضي الشرقيه. مود ديال الضحك الخوت معنا. على ندافع على جمهورية تيندوف. ها تفضل. انت اختي تومن، هذا عبد العزيز، شوف هذا السلطان مولاي عبد العزيز ديال المارينيين، هذا 1348. هذا الابن، هذا الابن ديال هذاك اللي وراه لنا سميتو شنو سميه، شوف صاحب المغرب. ها هي المغرب، ها هو صاحب. وغا باش تفهمي،
هذا اللي سماه صاحب المغرب هو صاحب غرناطه، سلطان صاحب غرناطه. انا غنقراوها لتحت نفتش عليها، راه كبير هذا الشيء. اخوت شوفوا هذه الوثيقه الاصليه 1348. دابا غنرجع نوريكم. شوفوا المؤاهده ديال هذاك اللي ورينا، اللي كتب القران الرابعه المغربيه. ها هو السلطان ديالها شكون، ها هو من عندي عبد الله علي. عبد الله ماشي هو الاسم، علي هذا هو الاسم، هو ابو حسن علي امير المسلمين ابن مولانا امير المسلمين ابي محمد ابن مولانا امير المسلمين ابي يوسف يعقوب. واش كتعرف شكون يوسف يعقوب بن عبد الحق؟ ها هي ديك عبد الحق السلطان. وسمعوا مزيان الخوت هنا، هذه 1300 وانا نقول لكم هذه في ديك الاعوام هذيك بالضبط، هذه 46 كنظن. هذيك ها انتم شوفوا سلطان فاس، ياك هاي فاس. زيد عليها شنو يا اخونا عنده كان ومراكش وسجل ماسة وسبتة وتلمسان. هاي شوف الجزائر هي تحت منا. كمل كان الجملة. والجزائر اخوتي حنا المغاربه، انا نكمل لكم. حنا المغاربه ومكناس ومكناس وتازا وسالا وانفا. هي انفا، هذه انفا هي الدار البيضاء. انفا كاينه حتى الدار البيضاء كاينه في التاريخ، ولكن هذه انفا مازال ما كاينش ديك الدار البيضاء تماما، لان الدار البيضاء كاينه مثلا 1700 1600. عندي هذيك ديال وأزمور زاكورة هذه واسفي والقصار وطنجة وأصيلة. غابلات. شوفوا أزمور قلنا خليه يكملنا. هادشي اللي قلنا. ومليانة، اسمع، ومليانة والمهدية والجزائر وما إلى ذلك. والله لا نحشني بناك المغرب كنحاكم كنت في الجزائر. هو الجزائر وتلمسنا. سمعوا مزيان الخوت، سمعوا. وما الى ذلك من الاقاليم والبلاد، سمعوا، الشرقيه والغربيه. مورا الجزائر يعني والله يمكن انا ما كاين تيندو ارضنا. اسمعوا الخوت مزيان، ما كاين لا المغرب الاوسط ولا المغرب الادنى. كاين الاراضي الشرقيه والغربيه. رجعوا التعاليقات، خلينا الناس يتفاعلوا. رجعوا التعاليقات. نشوفوا الكراغلاش يقولوا في هذا الشيء. دابا غنزيد نوريكم. دابا هذاك ورا لكم، شوف 1800 وراه لكم الاخ. هذاك الشيء سقسيتونا قدامكم، قلت لكم عطيهمش من سنه 1300. حنا عرفنا شحال كتجي 1300 حيت عندي معادله ديال 1295 وعندي لي موني العمله ديال 1295. خويا واحد الدقيقه، هذا الشيء ما منوش. تفضل. دابا الكرغولي تيقول ما كاش منه ياك انا موجد عطلاتي لي مره اخرى نتعاود. الجزيره لا فيرو راه غتكمل كمل خليه يكمل. اسمعني يا وثائق، ارجع لي لهذيك الكلمه بان الجزائر وهذه الشرقيه. عاود قراها. ها انتم شوفوا غير باش تاكدوا من الوثيقه اللي كنوري لكم انا. تاكدوا من الوثيقه. ها هي الوثيقه لمست مزوره، هذه موجوده في الارشيف الاسباني. شوفوا نقلبوها ونقراها لكم واحده بالواحده ونقول لكم حتى الخبر. ها هو هذاك اللي كان كيتكلم لكم عليه الاخ. ها هو سمعوا مزيان. الربعه المغربيه. من عبد الله علي امير المسلمين ابو مولانا علي وابي حسن علي امير المسلمين ابن مولانا امير المسلمين ابي محمد ابن مولانا امير المسلمين ابي يوسف يعقوب. راه كلشي كيعرفوا شكون هو ابي يوسف يعقوب الخوت بن عبد الحق سلطان. شكون هو؟ واذا ما عرفتوش هو سلطان فاس ومراكش، كيبداو بهم بعدك على حسب العاصمه. وسجل ماسه، واسمعوا مزيان هادي، وسابته. ها هي نكبرها لكم حتى لانفيني. وتلمسان، ها هو وتلمسان ومكناسه وتازا. وشوفوا السطر تحتها كملوها. وتازا وكذا فينيا وسالا وانفا وازمور واسفي والقصر وطنجه واصيله ومليانه. شوف مليانه قبل الجزائر والمهديه والجزائر. ها هي
ما كاينش الدوله الجزائر، كاينه مدينه، دابا كاينه الا جيتي تلمسان وكاينه شفتي المهديه طريقه وكاينه مليانه. السلاطين ديالنا كي تيكتبوا من المهم من الاهم لغير الاقل اهميه، المهديه اهم من الجزائر. تماما، الجزائر بدينا لكم كانت بسبته مدينة. وتلمسان. تماما. راه هادشي هذا الخوت، هادشي هذا في العهد ديال الاباطره ديال المغرب. هادشي هذا ماشي بعيد بزاف على بن بطوطه وعلى هذيك الرابعه العدويه الرابعه المغربيه ديالكم عفوا. الكراغله، الحبيبه ديالكم الجزيره اللي خدامين فيها كراغله، ها هي كتب بحبر، ها هي لاش يا الكراغله الجزيره، حبيبه الكراغله الجزيره، قناه الجزيره القطريه، كتب بحبر من الزعفران والمسك الربعه المغربيه، مصحف خطه سلطان مغربي واهداه للاقصى قبل 7 قرون. ها هو بسم الله الرحمن الرحيم. قبل نحو 7 قرون أراد السلطان علي أبو الحسن المريني من المغرب الأقصى أن يترك أثره في المسجد الأقصى، فنسخ بخطه الحسن مصحفا تصدر المخطوطات القرآنية في القدس لفرادته وإتقانه، وظل حتى يومنا هذا شاهدا على الفن الإسلامي المغربي وحب أهل المغرب للقدس ومسجدها. دابا نتوما يا الكراغلة فلسطيز دائما فلسطيز، سيروا المتحف الفلسطيني ويبان لك وثيقة الوقف، وحسب وقفية الربع المغربية فإنها نسخت عام 1344 ميلادية وليست هجرية، ميلادية القرن 14 بخط السلطان أبي الحسن المريني، ثم أرسلت كهدية منه تشريفا واهتماما بالمسجد الأقصى، فأوقف عليها أملاكا وعين عليها من يقرؤونها، وهي محفوظة في خزانة قبة الصخرة. جاء في شروط الوقفية أن تقرأ الربع داخل قبة الصخرة بعد طلوع الشمس. هو كنكتب ربعه، كنكتب ربعه الخوت ديال القرآن. 4 هما 4، وحده في المدينة المنورة وحده في مكة. هو كنكتب ربعه تماما، كتب ربعه بقات وحده وصيف، بقات وحده أتلفوا هما راه 4. إخوان أنا سمعوني، شفت والله شفناها. إخوان غادي نروح لأن هذا وقت الصلاة، ما نكونوا شياطين كيفهم، نخلوا الناس يروحوا للجامع اللي يحب يروح. سمعتوا؟ إلا حبيتوا نفتحوا لايف من بعد مع 2 ونص ولا 3، واللي حب يجي مرحبا وسهلا. ممكن مداخله ونهبط الاخت؟ شكرا. تفضل. بارك الجميع. شكرا. بارك الله. والله مشكور يا آل الله رشيد. يحفظكم الخوت. شوف الله يحفظكم اخوتي، غا سمحوا لي حيت انا وريتكم هذه. نعم. غا واحد شوف عندي 15 ثانيه بالضبط، ما غازيدكمش حيت انا عندي هذه الوثائق جبت لكم. ورا لكم الاخ، شكرا، ورا لكم الاخ ديال القرن 18، ورينا لكم ديال القرن 14 و15. شوف غنزيد لكم غا هادو، ها الاسماء هادو، شوف هادو في العهد ديال العلويين 1767 ونخليكم الخوت. ها هو 1767، ها المعاهده اللي درها وريتها لك مره اخرى اختي تمنى. ها هي المعاهده ديال محمد الثالث، ها هو امير المسلمين سلطان مراكش وفاس ومكناسه وسوس ودرعا وتافيلات وغير ذلك من الاقاليم المغربيه. شوف ها المغربيه، ما كاين لا مراكش اماره مراكش وفاس ولا حتى حاجه، المغربيه الى من ها هو بين المغربيه، ما كاينش المراكشيه ولا الفاسيه تماما، وبين طاغيه الاسبانيول. وعندي المهم بزاف ماشي مراكشيه ماشي فاسيه يا ولد ام حسن، المغربيه وثيقه في القرن 17. أنا شكرا أخي. خرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.